تربستي. حاول الكثير من مثيري الشغب والفتنة أن نتقاتل كردا وعربا وآثوريين، لكننا استطعنا أن نتصدى لهم بقوة، ليس بقوة السلاح لكن بقوة العقل وقوة التعامل. استطعنا أن نحافظ على هذه البلدة آمنة سالمة. لذلك لم يفرحوا بما كانوا يخططون له. أرادونا أن يحاربوننا بلقمة عيشنا مرة أخرى. هيهات لهم، لن نموت من جوع أبدا. إننا خلقنا والخالق هو الذي يستطيع أن ينهي حياتنا، وله كامل القدرة أن يحرمنا من الحياة. لكن لأي شخص مهما كان ولو أطلق علينا الرصاص لكننا لن نموت إلا بقدرة الخالق الجبار. نحن هنا نعبر عن تنديدنا واحتجاجنا لهذا القرار الجائر الصادر من رئيس مجلس الوزراء النظام، طبعا بناء على اقتراحات من الذين لا يروق لهم أن نعيش آمنين متآخين متساوين في هذا البلد. طبعا مرة أخرى باسم زملائي الآخرين نتقدم بجزيل الشكر لكل الأخوة العرب والكرد والآثوريين إن تضامنوا معنا وأتوا لهذا الاعتصام، ونفتتح وقفتنا الاحتجاجية بكلمة من رئيس المجلس الاجتماعي الكردي في تربستي الحاج سعيد حاج علي مراد، فليتفضل مشكورا.